نرحب بكم من SMC وهذا حصاد الأسبوع الإخباري. نبدأ من الجزائر حيث اجتمع القادة العرب في القمة العربية 31 وهي الأولى منذ 3 سنوات وسط تحديات عدة. أعلن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة، كاشفا ضم الشبكة ضباطا وموظفين كبار. قررت هيئة الرأي في وزارة التربية منح 3 درجات لطلبة المراحل غير المنتهية، كما قررت إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة وللدراستين الصباحية والمسائية والراسبين منهم بدرس أو درسين. أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان جابرو إطلاق منحة العودة للأسر العائدة لديارها والتي تبلغ 1,500,000 دينار. بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، انطلق معرض بغداد الدولي بنسخته 46 وبمشاركة عربية وأجنبية من 13 دولة. قررت مديرية الدفاع المدني إخلاء بناية الجدرشي من شاغليها بعد تقييم لجنة فنية كشفت فيه عن أضرار كبيرة لحقت بالبناية بسبب مشروع يجاورها قيد الإنشاء. وفي الشأن الدولي، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى إجراء تحقيق في اتهاماتها بتورط واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا. شهد شبه الجزيرة الكورية خلال الأيام الماضية توترا متصاعدا، حيث أطلق الجيش الكوري الجنوبي 3 صواريخ باتجاه الحدود البحرية مع كوريا الشمالية، ردا على إطلاقها 10 صواريخ سقط أحدها قريبا من ساحل الجنوبية. حل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مجلس إدارة الشركة التي تدير منصة تويتر ليصبح بذلك المدير الوحيد لها، عقب ذلك قراره بفرض $8 شهريا مقابل خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء. أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في العام 2022 والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح وكريستيانو رونالدو إلى جانب ليونيل ميسي وكريم بنزيما. حصاد الأسبوع انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.